أحب أوجه الشكر لكل شيخ جامع احترم جيرانه ويعني وهدى من مكبرات الصوت اللي عنده، استخدم مكبرات الصوت القديمة اللي هي العادية دي، اللي هي بتخلينا مش حاسين بأي إزعاج، اللي هي الجميلة دي اللي بتخليك عادي تعرف تنام، اللي ما بتصحاش مخضوض منها. وكمان الأحلى كمان بقى فيه برضو حالة اللي هو إيه، في شيوخ بقى صوتها حلو، ودي حاجة جميلة، وكمان بيتفننوا في الصوت الجميل، مش اللي هم بيجيبوا عيالهم الصغيرين يأذنوا وهو صوته نفسه يبقى يعني استغفر الله العظيم يا رب. وكل ده يعني هم حاطين في دماغهم اللي هو ايه، اطول الاعناق، هو عايز بس اللي هو ايه، عايز اوصل، ماسك في الحديث ده، هو طبعا اطول الاعناق عشان زمان ما كانش فيه مكبرات صوت، ولازم، وكان كمان احنا خدنا بالنا كان سيدنا بلال هو اللي بيقدم. فانا طبعا احنا مش بنتكلم في فكره هو صوت حلو ولا وحش، ان دي حاجه بعيده جدا، انت تسمع حد صوته حلو بيقدم في الاذان، بس انت ما تبقاش مزعج لجيرانك. فشكرا لكل الشيوخ اللي مش مزعجين لجيرانهم، واللي فهموا يعني ايه ادب الجوار، وان انا المفروض بحترم جيراني، ومفروض ما اصحهمش مخضوضين، اصل انا بكبر، اصل انا بقول الله اكبر. انت بتقول الله اكبر وانت المفروض مسلم، والاسلام جميل وبيحس على كل حاجه جميله، ما ينفعش تكون مزعج. اللي احنا لو مشينا برضو فكره ان انا بعلي صوتي اكتر حاجه عشان ده الله اكبر وعايزه اوصل صوتي لاعلى حاجه، يبقى احنا المفروض نطرش بعض بقى. او انت مثلا تكون مثلا في اسكندريه توصل صوتك مثلا لحد بورسعيد عشان خاطر يبقى صوتك اعلى صوت، يوصل بقى كلام ربنا، يوصل لاعلى حاجه. هو ده فهمك؟ ده انت شيخ يعني، ده فهمك الاسلام. فلا، مش ده معناه ذكر الله اكبر، مش معناه ان انت بتعلي صوتك لحد ما هطرش اللي حواليا. احنا كده نعمل بقى مسابقه مين اللي هيطرش التاني اكتر. ف... فشكرا برضو تاني للشيوخ اللي هي احترمت جيرانها وعندها آداب الإسلام الجميلة، إن أنا بحترم جاري وببقى صوتي حلو، ولو أنا صوتي وحش عادي ممكن أخدم في الجامع، بس هجيب حد صوته حلو، يعني كلا يسر لما خلق له، كلا يسر لما خلق له. ربنا مسهل لكل واحد، اللي مخليه له صوته حلو، اللي مخليه بيعرف يدبر الامور، اللي بيخليه بيعرف يحسب، موزع نعمه علينا كلنا عشان خاطر كل واحد ليه مهمه معينه يعملها. فاللي صوته وحش ما يروحش يقدم يا جماعه، انت كده بتزعج اللي حواليك، يعني بمناسبه الاذان يعني انت كده بتزعج اللي حواليك وبتاخد الذنوب، بدل ما تاخد حسنات ان انت بتقدم وبتقول لنا بقى الاذان ونروح نصلي وكده، بتاخد ذنوب بدل ما احنا نسمع صوت جميل، او على الاقل صوت مش مزعج. احنا دلوقتي في مرحله مش عايزين نسمع صوت مزعج. فشكرا للشيوخ جدا اللي هم احترموا جيرانهم، شكرا جدا ليهم. يعني برضو مهم ان احنا نشكر الناس، يعني زي ما احنا بنقعد ننتقد بعض ونقعد نشوف بعض، نشوف غلطات بعض، لازم برضو نشوف الحاجات الحلوة في بعض. وقد ايه فعلا الكلمة الطيبة صدقة، وقد ايه لما تقول شكرا من قلبك انت مش عايز حاجة من اللي قدامك، او بتقول له شكرا عشان يشتغل اكتر. يعني في ناس للاسف حتى كلامها الحلو يبقى بمقابل، او يعني اعمل لي حاجة، او بيبقى عايز حاجة من اللي قدامه، او ما بيقولش كلمة حلوة غير لو حد اعلى منه في المنصب او اغنى منه، للاسف او كده. فمهم جدا ان احنا نشكر بعض. الحاجات دي بتأثر ان كتير اللي قدامك بيكون محبط، انت ما تعرفش اللي قدامك ده عامل ازاي، مهما كان يبدو قوي، مهما كان يبدو ثابت، انت ما تعرفش اللي قدامك ده مثلا بيشوف ايه او بيعاني بايه. فانت لما تقول له كلمه حلوه، انت ما تعرفش ده بيختلف في يومه ازاي، ما تعرفش مثلا كان ممكن حاجه هتقف بعد كده، لا هو قال هيكمل فيها، ممكن حياته نفسها بيقول انا ايه لازمه عيشتي اساسا، بس لا، انت لما قلت له كلمه حلوه وشجعته كمل. الحلوه بجد يا جماعه بتأثر زي ما الكلمه الوحشه بتهد، برضو الكلام الحلو بيبني، بيدي ثقة. وممكن أصلا فعلا الكلام الحلو واحد بيبقى محبط والدنيا بتبقى سودة في وشه، كتير كلنا بنمر بالحكاية دي، بس بالكلمة الحلوة بيحس، لا بيحس بأمل وبيحس بحياة. فأنت لو شايف أي حد بيعمل شغل حلو عامة، أي حد شايف شغله، أي حد بيعمل حاجة حلوة، قول له شكرا، بجد تفرق.